عايزه افهم ليه الناس ما طلعتش قالت اعتذار لبيومي فؤاد. ليه كل الناس اللي قومت؟ بص، لا انا هقول لكم الحمله ابتدت ازاي. الحمله بتبتدي بحد من المشاهير علشان هو بيبقى نفسه يعني يبقى موجود، او ازاي ما تمش استدعائه، فيقوم جارر قطيع كبير وراه، والناس بقى بتنسى تقول مثلا للي كان فشخ بقه على الريد كاربت، او اللي كانت فشخه بقها على الريد كاربت وقالت له ازاي وما يشرفنيش اشتغل معاك وانت. الناس بقى بتنسى تقول لها طب ما انت اهو، ما انت مش قلتي بيومي فؤاد، طب ما انتوا اهو. هي كل الحكايه انا مش معاكم اقلبها عليكم، يا فيها يا خفيها. انا ابقى موجود انتوا كلكم حلوين، مش موجود اقلب الدنيا عليكم. ففين الناس اللي انتقدت بيومي فؤاد مع ان انا مش شايفه، انا من الناس اللي شايفه انه ما عملش اي حاجه غلط؟ طب ما هو كل الناس اللي قعدت تطلع تقول لك ازاي وليه وفين، ما كلكم واقفين على الكرب ده وفاشخين بقكم وفرحانين. اشمعنى هو كان كخه؟ اشمعنى ما حدش طلع اعتذر؟ ليه ما حدش طلع قال للراجل احنا اسفين، احنا اسفين يا صلاح، احنا اسفين يا بيومي يا فؤاد، احنا قلنا الكلام دوت، بس احنا من جوانا كان نفسنا حد بس يعمل لنا تعالوا، كان نفسنا بس حد يعبرنا ويقول لنا تعالوا والنبي السعوديه. هي كده، الحقيقه بتوجع، الحقيقه مؤلمه. كل الحكايه لما حد يعرضك على حاجه يعني بص، اعرفوا من جواكوا 100% بيبقى نفسه هيموت يكون مكانكوا ومش عارف الطريق منين، يقول لك انت وحش. طب الناس اللي قومت عليه الدنيا، وهي حمله بقى ابتدت من المشاهير، بعد كده بقى جرت الناس العاديه اللي يا حرام انساقوا وراهم وهم مش فاهمين حاجه. يا جماعه لا، هو الحكايه ان انا هموت واروح بس مش عارفه ازاي، فقومت الدنيا عليه. جوايا غضب ازاي ما يتمش استدعائي، بس اول ما تم استدعائي وقفت على الكاربت ونسيت ان انا قلت ما يشرفنيش اشتغل معاه، وقفت فشخت بقي واتبسطت ان انا قالوا لي لازم تيجي وكده، ونسيت ان انا قلت على بيومي فؤاد كده. انا نفسي افهم حاجه، الناس اللي طلعت كلها ورا دب 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 وانساقوا ورا الكلام اللي اتقال و هل انتوا النهارده طلعتوا عملتوا نفس الحمله على الناس التانيه وقلتوا احنا اسفين لك يا استاذ بيومي يا فؤاد على الكلام اللي اتقال في حقك والكلام اللي اتقال في ظهرك؟ لان نفس الناس اللي انتقدتك هي النهارده سعيده وطياره، وقلتها كتير كلكم نفسكم يتنده لكم ويقولوا لكم تعالوا انتوا معزومين، انتوا مكرمين، انتوا هتيجوا. بس الفكره ان ايه اللي جواه احقاد، بيقول لك ازاي انا ما اتندهليش، ازاي انا ما تمش استدعائي، ازاي انا مش موجود، فانتوا كلكم وحشين. فطلع بقى الوحش انه وحش والحلو انه وحش، واقلب الدنيا فوق دماغي اللي راح عشان انا ما رحتش. قلتها في حلقات كتير وقلتها ياما، بالذات على السعوديه، لان معلش ما شفناش منهم حاجه وحشه، ما شفناش منهم غير كل لطف. الراجل بقى قال اللي قاله وعمل اللي عمله، وهو حر في حياته، حر في طريقه شغله. لكن انا كلامي على اللي بينتقد وقال لك ازاي انت عميل وخاين وانت كرامتك وانت والقلالات الادب اللي طلعوا وقال لك انت ارخص مش عارفه من ايه. طب ما انت يا مدام اهو قاعده اهو ولابسه السواريه وواقفه على الريد كاربت وفرحانه وبقك من هنا، لان ده اخيرا عبروكي، اخيرا حد عبرك هناك وقال لك تعالي. طب ما تعتذري بقى لبيومي فؤاد، ولا قولي له، اقول لك تقولي له ايه، ما تعتذريلوش وهي شفت اخيرا انا كمان تم استدعائي. فين بقى الناس اللي عندها مخ وبتفكر تطلع تقول انتوا كمان منافقين، انتوا عملتوا كده مع الراجل علشان انتوا كان نفسكم حد من هناك يعبركم وتقولوا تعالوا، او يقولوا لكم تعالوا، بس جبتوها في انه هو وحش، بس عشان انتوا من جواكم نفسكم تبقوا مكانه. بس هي دي النهايه، كلكم كنتوا هتموتوا وتبقوا مكانه. زعلك اللقب اللي انا قلته عليها؟ اوكي ماشي. انا قصدي اصلا بالكلام ده شخص معين طلع عمل بقى، او طلعت عملت شبح وانا معرضها وبشتغل على فكره انت كنتي واقفه من كام يوم على الكاربت عامله كده مش مصدقه ان هم قالوا لك تعالي اعتذري. ده انت اللي ما عندكيش كرامه مش بيومي فؤاد، صدقيني انت اللي المفروض تطلعي تعتذري تقولي اسفه يا استاذ بيومي يا فؤاد، انا قومت عليك الدنيا عشان انا كنت هموت ويعبروني، وياخدوني معاهم السعوديه، وقاعده بشد في شعري وبقول بيومي فؤاد وحش، بس انا من جوايا عارفه انه حلو، بس عشان ما حدش عبرني فانا كنت بعمل كده فيك. انت اول واحده لازم تطلعي تعتذري وتجري قطيع وراكي يعتذروا له، علشان انت من الناس اللي سخنتي عليه الدنيا. اخي قوي عليكي، ملعون ابو الشغل اللي يجي بالطريقه دي او بالنفسنه دي او بالسواد ده يا شيخه، وفشخ بقك قوي على الكربت وفرحانه. يا اختي روحي اعتذري له. دي بدافع
2014 بدايه 2015. فالراجل ده عانى الامرين. ويعني لو تعرفوا حكايته انه كان بيبات في مكتب اخوه في الدقي في المحاماه، مكتب محاماه، وكان يقول لي في الانترفيو انا لحد النهارده عندي شقه ايجار، ما عنديش شقه باسمي و. فالراجل ده على الحقيقه لطيف جدا. الراجل ده انا من الناس اللي لما بشوف في فيلم بيومي فؤاد بقعد اتفرج عليه. ايوه، عشان احنا ويماس ان احنا نتفرج على حاجه بتضحك بس، مش خناقات وذبح وقتل ومش عارفه ايه. ايماس ان انا اتفرج على حاجه تخليني اضحك بس، اللي هي التفاهه في التفاهه. انا بحب الراجل ده جدا، وشايفه ان الناس قطعت فيه على ايه انا ما اعرفش، لمجرد ان هم مش مكانه. فانا بشوف ان لما حمله بتتعمل على اي حد، الطبيعي لما اشوف اللي قوم الحمله على فلان او اي اسم بقى، مش بيومي فؤاد، اي حد الحمله دي وغيره، او اللي قوم عليه الحمله بيعمل نفس الحاجه او نفس المكان راحوا اللي اعترض عليه ان هم ما يروحوش، لا انا شايفه ليه الناس ما بتقومش تقول كده؟ انتوا ازاي اتكلمتوا على حد بالطريقه دي وانتوا بتعملوا زيه؟ او فين الناس؟ انتوا ليه ما بتحطوش نفسكم مكان اهله ومكان مراته ومكان عياله ومكان عيلته؟ ليه ما بتقولوش ان الحاجات دي حتى لو البني ادم فولاذي الحاجات دي بتاثر في نفسيه الواحد؟ فانا ببقى سعيده ان انا طالعه اقول الكلام ده عشان اقول له ان احنا فاهمين، او اي هو او غيره او انا، حتى لو حصل معايا انا لو حصل معايا حاجه زي دي والله اطلع احط صباعي الاثنين في عين الناس ولا انت منك ليها ليه هتموتوا وتعملوا كده بس مش عارفين. لكن اسكت بقى عشان الواحد مشهور والكلام ده؟ لا، انتوا مين؟ كلكم نفسكم تجيلكم الفرصه بس مش عارفين. طيب لما حد يقول لي هم انتقدوه علشان هو انتقد زميله، مش علشان مش عارفه ايه، مش عشان يروحوا، لا ما انتوا برضو من ضمن الناس اللي بتصدقوا اي حاجه على السوشيال ميديا. لا، هو ما انتقدش، هو كان بينقذ موقف، وبعدين الكلام بقى ابتدى ان هو ايه، انت رخيص، انت مش عارفه ايه، فلوس اولا بقى كلامي زميله اصلا لو كان ممكن يعمل، بدل ما اعمل عمل بطولي للناس وانا مش حاسس وانا مش قادر، كان ممكن الموضوع كله يتدارى في انه اعتذر وخلاص في صمت. مش طب ما انا طلعت قلت ليه؟ طلعت قلت عشان انا عاوز اركب الترند والشو وفي الاخر جت على دماغك. لا، مع احترامي برضو للجميع، انتوا ازاي كده كلمه بتجيبكوا وكلمه بتوديكوا ومش فاهمين الوضع؟ انا لما اجي اعتذر على الشغل لازم اطلع اسيح لنفسي واطلع اعمل بقى انا اعتذرت عشان انا نفسيتي تعبانه ومش قادر. ده شو، ده 100% بيعمل كده فور ذا شو، مش علشان انا اعتذر ما اخسرش الناس اللي بشتغل معاها. انا اسف مش هقدر والله، ما بيني وما بينهم مش شرد لهم بقى عشان اخد اللقطه. نهايه كلامي يعني نهايه كلامي لكل الناس اللي قاعده تقول لك السعوديه وتركي آل الشيخ بياخد الناس كلها وكلهم بيروحوا عشان الفلوس، وانت نفسك يلي قلت الكلام ده اول ما رفعوا سماعه التليفون عليك قالوا لك تعالى انت مدعو الى كذا وهتشتغل كذا، هوبا درت. مالها السعوديه مزعلاكوا في ايه؟ مالها عملت ايه؟ مش حلو شغل للناس وفلوس للناس وبدل ما الناس قاعده في بيوتها؟ مش عاجبك ما تروحش، معترض ما تروحش، بس ما ينفعش تعترض واول ما يكلموك تجري وتبقى فاشخ بقك كده وسعيد والسعاده. خلاص، طب كنت انتقدت من الاول ليه؟ ما انت هتلاقي واحده زي كده طالعه بتقول لك بص خد ده في وشك، انت قلت كده من كام شهر. ما هي برضه مشكله ان الاحداث سريعه، يعني ما شاء الله على السعوديه واللي بتعمله. او انا بحبهم، بحبهم طبعا، مش ناس مش ناس ادتني، ده معناه ايه؟ مش ادوني محبه واستقبلوني وفرحوني وادوني شهره وشعب كروي جدا. ليه ما اقولش الكلام ده؟ مش انا ببقى في الاستاد في ديزيليون بني ادم، محدش بيغلط بالغلط، محدش بيقول لفظ بالغلط، ما احبهمش ليه؟ شعب كروي بحت بيفهموا بتكلم في حاجه بيقعدوا يسمعوا. الناس بتجيلي من السعوديه مخصوص عشان تبقى ضيوف في برنامجي، ما احبهمش ليه يا جماعه؟ ما ادافعش عنهم ليه؟ ادافع بقى عن اللي عنده مبدا من الاول، اللي هو بحبهم. اصل انتوا بتروحوا عشان فلوس وبتجروا عشان فلوس ومش عارفه ايه لا يا ابو سرم، انت اصلا هتموت وتروح، واهو بانت اول ما كلموكوا بعد ما قلت وانتقدت، وانت يا بتاع الفلوس يا عديم الكرامه، وانت يا اللي بتجري ومش عارفه ايه. ما انت واقف اهو على الريد كاربت وقاعد مش مصدق جزمتك ان هي مشيت لحد هناك. فوالنبي بس بقى كفايه مزايدات ملهاش اي 30,000 لازمه، وقولوا برافو وقولوا ميرسي وقولوا كويس ان الناس بتشتغل وان في اعمال بتحصل وان في بلد تانية بتساعد الناس اللي هنا تشتغل.